شوف ايش عندك. الدولة في محطات تحلية المياه، في استخراج المياه الجوفية. فهل من الرسالة لطمأنة المواطنين والفلاحين؟ هل من رسالة لطمأنة الفلاحين؟ ولاحظوا تكلم قال سنحل البحر ونطمئنكم، البحر ما ينتهيش، البحر ما يخلص ولا يخلص ولا حاجة. وزير المياه حول هذه الأزمة، أزمة المياه. ولا لا لا معناته ما عنده شيء ما دام بدأ بهذا ايوه ما فيش طلاقة. والله العظيم يا أخي من البداية هو لا لخبطتك سيتو داكور من البداية داكور. ما دام بدأت في قضية المياه معناته أنت قاعد تألف، والرجال عطاك 15 دقيقة وهو يصيغ السؤال وأنت ما قادر تجمع إجابة. والله برجعها شوف أزمة المياه. ولا لا هو شوفوا ما في احنا ما المطر هناك مؤامرات المغرب تخلي السحاب كان السحاب رايح اصلا باتجاه المغرب، المغاربه حرفوا السحاب وخلوها تمطر في مراكش هذه. لكن بنحلي لكم البحر واشربوا من البحر الاحمر، اشربوا لكم من المحيط. المشكله عندكم بحر، وين عندكم المتوسط؟ شوفوا ما ادري ايش عندكم ايش بحر. تكلمنا عليها في مجلس الوزراء. لا ولا لا تكلمنا عليها في مجلس الوزراء ونظن خرجت في المخرج. قال مجلس الوزراء ولا رئاسة الوزراء؟ موافق يعني موافق. يعني هذا رئيس دولة الآن يتكلم في قضية أمن قومي. المياه كما قال المذيع صحيح، أمن قومي. ولا لا رجعوا من البداية بشوف كيف كاريزما الرئيس. يا يا عالم ما يصلح رئيس، والله ما يصلح قسما بالله. ما فيش يا اخي، لا تنتخبوا، لا انتخبوا خلوا، والله خلوا بس على مستوى الكاريزما. الرجل سيتكلم في ماء الشرب، في قضية أمن قومي، في قضية هم ما يا صاحبي ما يدخل يقول لك لا جرا ما دريته بيقول رئيسة الوزراء ولا رئاسة الوزراء ولا ايش بيقول. ما المفترض بعد السؤال والرجل قد أعطاه مساحة عشان يجمع يكون هناك إجابة واضحة. اسمعوا إجابته من البداية. أسألكم بالله أنا طفحت يا جماعة، تعبني تعبني. ولا لا تكلمنا عليها في مجلس الوزراء ونظن خرجت في المخرجات تاع مجلس الوزراء. قد تكلمنا عليها هو كل سنة يتكلم. هو المشكلة أنه يا جزائريين قسما بالله إذا اعتمدتوا على كلام هذا الرجال بتموتوا عطش وما تقعدوا شهرين بدون تدوشوا، بتقعدوا سنتين لما يخرج منكم الدود، يخرج منكم دود من أذانكم ولا عاد أحد يقدر يعيش معكم من ريحتكم التي ستصبح ريحتكم مثل ريحة شنقريحة. هو احنا والله قد تكلمنا مع البرلمان. وإيش قال البرلمان؟ هذه نطمئن الجزائريين ربما. اسمعوا الطمأنة، اسمعوا بماذا سيطمئن الجزائريين. ربما ما تكونش عنده في بعض الأماكن ما تكونش اش 24 تكون. ايش معنى اجفنتكات؟ يلا ترجموها لي اول علشان افهم ايش الاجفنتكات. نخبطك ايش الاجفنتكات؟ يلا ترجموها لي في التعليقات علشان اقدر اصلح اعمل المداخله لو سمحتوا. اجفنتكات ايش الاجفنتكات يا جماعه؟ ايش الاجفنتكات؟ هو قال اجفنتكات حاجات كات 24 ساعه. يعني هو يطمئن لحظه نعيد الكلام المهم للاخ تبون. هو قال طمئن الجزائريين، قولوا لو انه في بعض المناطق لن يكون 24 ساعه، يعني ممكن يجي لكم في اليوم 4 ساعات ويقطع. تمام. اذا والله العظيم نعمه اذا جالكم في اليوم ساعتين 3 4 مليح سيروا، بس مش ضروري كل 24 ساعه مثل المغاربه مجانين انتم. ايوه 24 ساعه. هذه نطمئن الجزائريين ربما ما تكونش عنده في بعض الاماكن ما تكونش اش 24 تكون عنده بعض الساعات في النهار ولا نهار بالنهار. ولا انا طلبت باش نعمم تحليه مياه البحر
بورصاق جديد الحمد لله البحر ما ينشفش. معلومة خطيرة. البحر ما ينشفش. أنا تصدق أول مرة أعرف. يا الله يا الله نجيني من هذا الكائن بيموتني ضحك. خلاص اطمئنوا يا جماعة، هي مشكلة 24 ساعة والبحر ما ينشفش والدنيا سلامات كل شيء. سألك بالله هذه دولة يصورها هذا منيف على أنها دولة مغرية، وأن المغاربة يذهبون إلى هناك علشان يخدموا ويأخذوا منهم الخبزة ويقسموا منهم الخبزة. عموما ما دام الماء مش مضمون يا جماعة انتبهوا من الجنابة. اخوان الجزائريين المتزوجين الله يحفظكم، قبل ما تعملوها ولا شيء تاكدوا في ماء ولا ما في. حفظك الله، يعني تعملوها وبعدين تخرجوا جنابه وانتم في جنوبا، تتاكدوا كنتوا اتصلوا بتبون. يعني الواحد منكم قبل ان سبحان الله يريد يعني يقعد مع الزوجه او شيء اتصل بتبون في ماء ولا ما في ماء. اذا ما في ماء خليك عزابي احسن لك هكذا، بدون ما تورط نفسك تخرج عزابي تخرج وانت جنابه. خليك كنوا تاكدوا قبل الفعل. الله يرحم والديكم. يا الله. طيب